السلام عليكم متتبعين مطبخ حسنة. فيديو اليوم هو عبارة عن شكل من حلويات اللوز المغربية على شكل مقروط بالألوان. أتمنى أن ينال استحسانكم. إذا أعجبكم الفيديو كالعادة لا تنسوا لايك، وإذا كانت زيارتكم الأولى للقناة ادعموني بالاشتراك لأستمر ولننتقل لبقية المراحل. سنحتاج عقدة اللوز المغربية موجودة على القناة. سأضع لكم الرابط في صندوق الوصف. قطعات على هذا الشكل، واحدة أكبر والثانية أصغر. المنقاش، عجينة كروغزال ملونة أصفر أخضر وبني. سأضع لكم الرابط في صندوق الوصف. بسم الله. سأخذ عقدة اللوز المغربية، هي موجودة على القناة. ستجدون الرابط في صندوق الوصف. أقوم بتشكيلها على هذا الشكل بلطف. أضعها جانبا. أخذ عجينة كعب غزال أو عجينة حلويات اللوز. أضفت لها هنا الكاكاو. أقوم بفردها جيدا. أقطع شريط مستوي، ثم أضع شريط اللوز على هذا الشكل. ثم سأحاول اللف بلطف مع تثبيت العجين جيدا. أرجو أن تكون الصورة واضحة. ثم أقوم باللف إلى الحد. سأقوم بتدوير الشريط لكي يظهر لكم كما ترون، حتى تتغطى عجينة اللوز بالكامل. ثم سأحاول الضغط ليلتصق الشريط بالشريط الآخر، أو لتلتصق العجينة ببعضها. ثم سأحاول اللف بهذا الشكل لأحصل على شكل دائري مرتب ومتساوي. ثم سأخذ سكين أضعه في الدقيق، سكين حاد. ثم سأقطع بشكل مائل على هذا الشكل. أتمنى أن تكون الصورة واضحة. بشكل مائل. أنتم قطعوا الأولى وعيروا بها بنفس القياس، نفس قياس الحبة الأولى هو نفس قياس باقي الحبات لتسهلوا العمل. بالنسبة لي أنا لا أحتاج للقياس، فقط من أجل التصوير لأوضح لكم. ودائما نضع السكين في الدقيق لمنع التصاق عقدة اللوز في السكين، فينتزع الشكل، ونحصل على شكل غير مرتب وغير منظم وغير متساوي على هذا الشكل. ثم سأخذ المنقاش وأحاول النقش هكذا. النقش يبقى على حسب الاختيار. سأتمم أنا على هذا الشكل، ثم نلتقي في الخطوة الموالية. بعدما أتممت أخذ عجينة ملونة بالأخضر وأضع وردة كبيرة،
3 وردات في الجنب على هذا الشكل، وفوقهم 3 وردات بالأصفر، يعني مزيج ما بين البني الأخضر والأصفر كشد الشجرة بها أوراق وورود. ولكم الاختيار يعني في الألوان، تبقى هذه الأشياء اختيارية وعلى حسب ذوق كل سيدة. سأتمم أنا بهذا الشكل حتى أكمل باقي الكمية. بعد ذلك سأضعهم في صينية ملبسة بورق المطبخ وأتركه من 6 ساعات إلى ليلة كاملة على حسب الجو. المهم حتى تنشف نهائيا، يعني تحصلون على عجينة ناشفة 100% لكي لا يتغير شكلها في الفرن. من الأحسن فالجو بارد، من الأحسن أن تتركوها يعني أطول مدة ممكنة لتنشف. أتركه ليلة كاملة حتى ينشف. بعد ذلك ندخله إلى فرن متوسط الحرارة، يأخذ يعني تنشف القشرة جيدا. ثم بعد ذلك نخرجه، وإذا خرجت يعني الحشو من الجوانب نحاول وهي ساخنة إرجاؤها. ثم ندهن بالناباج، والحلوى ساخنة والناباج بارد أذكر، حتى نحصل يعني على طبقة لامعة تعطينا منظر جميل للحلوى، ونتخلص يعني من بقايا الدقيق. ثم نراه في طبق التقديم بعد أن يبرد. متتبعين مطبخ حسناء، هذا هو الشكل النهائي لحلوة اللوز. أتمنى أن تنال استحسانكم، وأذكر كالعادة تدهن بالنباج وهي ساخنة ثم تترك لتبرد تماما. بعد ذلك نضعها في الكيسات أو الأكياس، الألوان على حسب الرغبة. أنا هنا استعملت الأبيض، ونحتفظ بها في علبة محكمة الغلق، وتقدم بألف صحة وعافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة، وإلى فيديو آخر بإذن الله.